اليابان بلد مميزة ومليانة حاجات غريبة ومختلفة عن أي مكان تاني في العالم، واللي بتجذب الناس إنها تتعرف عليها أكتر. في الفيديو ده هنتكلم عن أغرب الحاجات اللي ممكن تشوفها في اليابان. في اليابان في فندق اسمه فندق كبسولة، ودي عبارة عن مكان صغير جدا للنوم. بس الكبسولة دي بتكون زي صندوق صغير كفاية عشان تنام فيه، لكن مفيش خصوصية كتير ولا وسائل راحة كتير. الفكرة إنك بتدفع فلوس أقل في مكان صغير، ولو كنت محتاج تنام بسرعة يعني. آلات البيع اللي بتشوفها في الشارع هناك مش بس بتبيع مشروبات أو سيناكس، لا دي بتبيع كل حاجة تقريبا، من فواكه وخضار لحد الكرافتين واللبن والأكل السخن. وده بيدي الناس سهولة إنهم يشتروا أي حاجة بأسرع وقت. الحمامات في اليابان حاجة تانية خالص. المراحيض هناك بتيجي بتكنولوجيا عالية جدا، زي اللي بتعمل تدفئة للقاعدة أو بتطلع مية دافية للتنظيف بعد الاستخدام. وفي كمان مراحيض بتتكلم أو بتطلع موسيقى عشان تغطي أي أصوات محرجة. اليابان مشهورة باستخدام الروبوتات في حياتهم اليومية، وفي بعض المطاعم ممكن تلاقي الروبوت هو اللي بياخد منك الطلبات وبيجيب لك الأكل. وفي كمان روبوتات بتستخدم في المستشفيات والفنادق، وحتى الروبوتات اللي بتشتغل في المدارس. في كافيهات غريبة جدا في اليابان زي كافيهات الحيوانات، لكن مش أي حيوانات، لا دي كافيهات ممكن تشرب فيها قهوتك ومعاك بومة أو حتى القطة بتاعتك. الناس هناك بيحبوا يروحوا الكافيهات دي عشان يسترخوا ويتفاعلوا مع الحيوانات الغريبة اللي هناك. في طرازات كتير من اللبس الغريب في شوارع اليابان، خاصة في طوكيو. في ناس بيلبسوا لبس الانمي أو بيظهروا بلبس مبالغ فيه بشكل ملون وغريب. ده جزء من ثقافتهم وبيحبوا يعبروا عن نفسهم بالطريقة دي. اليابان معروفة بالعمل الشاق جدا، والناس هناك ممكن تشتغل لساعات طويلة جدا، لكن العجيب إن لو حد نام في الشغل ده بيعتبر مش عيب. بالعكس، ده بيدل إن الشخص ده بيشتغل بجهد كبير جدا لدرجة إنه تعب ونام في مكانه. الأكل في اليابان مليان حاجات غريبة جدا مش هتلاقي عندنا زيها. السوشي اللي هو سمك ني، أو حتى الحلويات المتغلفة بطبقات رقيقة من الذهب. اليابانيين بيحبوا يجربوا أكلات غريبة ومش مألوفة. اليابان عندها خليط غريب جدا من الديانات والعادات الروحانية، زي عبادة الأرواح في الشينتو، وده بيظهر في المعابد اللي ممكن تلاقيها في نص المدينة الحديثة. الناس بيروحوا يزوروا المعابد دي عشان الصلاة وطلب الحظ الجيد. وفي الآخر اليابان بلد غريبة ومدهش في نفس الوقت، ودايما هتلاقي حاجات جديدة تلفت انتباهك وتثير فضولك لما تزورها. شكرا ليكم.